مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يبعث ببرقية التهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تدعو لتعليم الإناث بصورة جادة. كلية الزراعة تنظم دورة تدريبية مهنية للطلاب. مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح استهدف فندقا في مقديشو. وروسيا تبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا الشهر المقبل. اتفاق وقف مؤقت إطلاق النار بين الحكومة الكولومبية والمتمردين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس ياسر أفورقي اليوم 10 من يونيو برقية التهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني الروسي. وعبر فخامته في برقيته التي بعثها باسم الشعب والحكومة الإريترية عن أمنياته الطيبة للشعب والحكومة الروسية الاتحادية. وقال الرئيس ياسر أفورقي في برقيته أننا نعيش هذه الأيام مرحلة تتسم بآفاق واسعة تستدعي المجتمع الدولي لتسخير التطور التكنولوجي الكبير في تحسين الحياة البشرية والنمو الاقتصادي وتكوين نظام عالمي عادل ومستدام يعمل بفعالية لإرساء السلام والاستقرار بوضع خطة عمل للسنوات القادمة. وفي الختام أشار فخامته إلى الهدف من زيارته الرسمية الأولى الناجحة إلى روسيا الاتحادية خلال الأسبوع الماضي ولقائه بالرئيس بوتين، معبرا عن أمنيته الكبيرة بتطوير العلاقات والتنسيق الثنائي في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك مستقبلا. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء ميكائيل لتعليم الإناث بجدية عبر التعليم النظامي وغير النظامي من أجل تنشئة مجتمع كفؤ بكل النواحي والمقاييس، وذلك في الاجتماع الذي عقدته في مديرية فورو خلال 7 من يونيو. وذكرت السيدة تخاء بتفصيل الثمن الباهظ الذي دفعته المرأة الإريترية لتحقيق الاستقلال وحماية السيادة، منوهة بأن المرحلة الراهنة تتطلب تقوية هذا النضال بالتعليم والتأهيل. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لرفع قدرات وكفاءة المرأة بالمعرفة العلمية والمهنية، داعية للعمل بقوة للحد من زواج القاصرات وختان الإناث الجاري تحت ذريعة العادات والتقاليد. ودعت رئيسة المرأة في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة جمعة راكي الأمهات لإرسال أبنائهن إلى مائدة التعليم وأن يكون نموذجا يحتذى به في اكتساب المعرفة، باعتبار أن الأم هي أساس المجتمع المتحضر. وعبرت المشاركات عن إعجابهن ببرامج المرأة الجارية والدعم المقدم، وناشدات بتوسيع الدورات التدريبية والمهنية وفتح فرص تقديم القروض للمرأة المحتاجة. نظمت كلية الزراعة في عام المالي دورة تدريبية مهنية ل 117 طالبا بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوا ومؤسسات التعليم العالي. وأوضح عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ رأيا في مراسم التخرج في 8 من يونيو أن من المهم اكتساب معرفة مهنية إضافية إلى جانب التعليم الأكاديمي. ودعا المتدربون إلى تطوير المعرفة المكتسبة بالعمل والتأثير إيجابا في محيطهم. وقال مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية الشاب أبيل يوهنس أن التدريب المقدم ل3 أشهر اشتمل على الإسعافات الأولية ومد خطوط الكهرباء. ومن جهتها أشادت مسؤولة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوا ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل باهتمام الطلاب في متابعة التدريب، مناشدة بالعمل لإحداث تغيير في حياتهم والمجتمع. خرجت شرطة إريتريا مجموعة من أعضائها من دورة تدريبية نظمت في الفترة من 2 وحتى 9 من يونيو. وأوضح مسؤول الممتلكات في الشرطة المقدم من قساء تسفاهي أن التدريب شمل صيانة الكمبيوتر وأجهزة النسخ والطباعة وشبكة الكمبيوتر. وأوضح المشاركون في الدورة بأن التدريب يصقل معرفتهم ويساعد في سرعة إنجاز العمل. وقال قائد شرطة إريتريا العقيد محاري سقاي بأن التدريب كان مميزا لتقديمه بالقدرات الذاتية للشرطة، داعيا المتخرجين لتطبيقه عمليا.
التقى مجلس إقليم شمال البحر الأحمر سكان 17 ضاحية في مديرية قندع لشرح قرارات وتوصيات اجتماعه الدوري الثامن عشر، والذي عقد يومي الخامس عشر والسادس عشر من مارس. وبحث اللقاء قرارات المجلس المتمثلة في الدفع بتجميع القرى وبذل الجهد لتحسين النتائج ومشاركة الطلاب في المدارس، وتعزيز مساهمة أولياء الأمور في توجيه أبنائهم ومتابعتهم والتوسع في زراعة البطاطا الحلوة لضمان الغذاء المتكامل ومراقبة ارتفاع الأسعار. وأوصى أعضاء المجلس المزارعين بالاجتهاد في أنشطة ما قبل موسم الأمطار لرفع الإنتاج والإنتاجية وإكمال التجهيزات مبكرا لضمان خلو إقليم شمال البحر الأحمر من التلوث ورفع وعي المجتمع بالأراضي المحمية. ودعا الاجتماع للإسراع بتوزيع قطاع الأراضي السكنية وقيام وزارة الزراعة بالدراسات قبل التشجير وتأمين بدائل لحطب الوقود وتحديد مناطق للرعي. نظم أعضاء فرقة ميراث الفنية الناشطين تحت مظلة مفوضية الثقافة والرياضة برنامجا لتبرع الدم في 10 من يونيو بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار إنقاذ الحياة التي لا تتعوض بالدم الذي يعوض. وأوضح مسؤول الفرقة الشاب مانويل داويت أنهم اتخذوا المبادرة انطلاقا من رؤيتهم لإنجاح أهداف خدمات نقل الدم الوطني والجمعية الوطنية للتبرع بالدم. وقال مستشار خدمات نقل الدم الوطني الممرض في السهيئة برهان أن أعضاء فرقة ميراث تبرعوا ب30 كيس دم وناشدا الآخرين لحذوهم. وذكر المتبرعون بأن إنقاذ الحياة يعد عمل نبيل ويبعث الفخر، مؤكدين مواصلة ذلك مستقبلا بقوة وتنظيم أكبر. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط دورة تدريبية حول الإدارة والقيادة في الفترة من 7 وحتى 9 من يونيو. وذكرت مسؤولة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية السيدة إلسا جبرهنس في ختام الدورة التي شارك فيها 40 عضوا، ذكرت الدارسين بضرورة إنجاز أعمال فاعلة مستفيدين من المعرفة المكتسبة. وعرب الدارسون عن إعجابهم بتنظيم الدورة مشيدين بأهميتها الكبيرة ومناشدين الاتحاد لتنظيم دورات مماثلة. تفضل فضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت الشرطة الصومالية مقتل 9 أشخاص بينهم 3 جنود في هجوم مسلح اتهمت حركة شباب بتنفيذه عند مدخل مطعم بفندق بيرل المطل على شاطئ الليدو في العاصمة مغديشو. وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن قوات الأمن أحبطت الهجوم الذي استهدف فندقا شمالي العاصمة. وقالت قناة التلفزيون الحكومية أن القوات الأمنية نجحت في قتل أفراد الميليشيا الذين نفذوا هجوما إرهابيا على فندق بيرل الواقع على شاطئ ليدو في مغديشو، مضيفة أن القوات نجحت في إنقاذ عدد كبير من المدنيين. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانا تتردد عليه السلطات وفق وكالة الصحافة الفرنسية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية خاصة على الأراضي البيلاروسية في يوليو المقبل بعد اكتمال جاهزية المرافق المخصصة لها. وأوضح بوتين خلال لقائه في منتجع سوتشي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن عملية إعداد المنشآت ذات الصلة لنشر هذه الأسلحة في مراحلها النهائية. ومن المقرر أن يبدأ هذا الانتشار قبيل قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المزمع عقدها يومي 11 و12 من يوليو في ليتوانيا المحاذية لبيلاروسيا، والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف. واتفق الرئيسان في وقت سابق على الخطة الخاصة بنشر صواريخ نووية قصيرة المدى على أراضي بيلاروسيا الحليفة المقربة لموسكو على أن تظل الصواريخ تحت القيادة الروسية. في الخبر الأخير، وقعت الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني آخر حركة تمرد ما زالت ناشطة في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية في هافانا اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر في جميع المناطق. ووقع اتفاق وقف إطلاق النار الثنائي الوطني والمؤقت في العاصمة الكوبية بحضور الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وزعيم جيش التحرير الوطني أنطونيو غارسيا. وقال بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا والمتمرد السابق: هنا يولد عالم جديد، وهنا تنتهي مرحلة التمرد المسلح في أمريكا اللاتينية بأساطيرها وحقائقها. من جهته عبر القائد الأول لجيش التحرير الوطني أنطونيو غارسيا عن أمله في أن تكون عملية السلام هذه مختلفة،
ولم يعلن عن وجود زعيم حركة التمرد في هافانا، لكن المدعي العام الكولومبي علق قبل أيام مذكرة توقيف صدرت بحقه مما سمح له بالتوجه إلى العاصمة الكوبية. مشاهدينا الفاضل، في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس ياسوف يبعث ببرقية التهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تدعو لتعليم الإناث بصورة جادة. كلية الزراعة في حمل تنظم دورة تدريبية مهنية للطلاب. مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح استهدف فندقا في موديشو. وروسيا تبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا الشهر المقبل. اتفاق وقف مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة الكولومبية ومتمردين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.